مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعملوا مع بعضنا نوعين متاع بسيسة تونسية، واحدة باش نعملوها بالنوتيلا والاخرى باش نعملوها بالبوفريوة، وهيا تابعوني باش تعرفوا الطريقة. اول حاجة باش نبداو بالبسيسة بالبوفريوة. لهنا باش نخلط 80 جرام عجينة البوفريوة، 80 مليلتر زيت عادي ولا زيت زيتونة، ورشة ملح، ونخلطهم مع بعضهم بالكدا. وزدت 80 جرام سكر جلاس اللي هو سكر المحور، وباش نزيد 100 حتى 150 جرام بسيسة الشعير. بالنسبة القوام متاع البسيسة عينكم ميزانكم، كان تحبوها شادة روحة ويبسة شوية عوكا زيدوا البسيسة وحركوها بالكدا. آخر حاجة زدت شوية لوز حمرته شوية في الفور وبعديكا رحيته، وباش نخلطهم مع بعضهم. واخر حاجة تصبوا البسيسة في صحافي ولا في دي بوات كيما هكايا بالخطام تاعهم. بالنسبة البسيسة بالنوتيلا باش نخلطوا مغرفتين كبار نوتيلا مع 80 مليلتر زيت ولا زيت زيتونة ورشة ملح، ونخلطهم مع بعضهم. وحطيت مغرفتين كبار سكر جلاس و100 حتى 130 جرام بسيسة الشعير هاوكا عينكم ميزانكم، ونخلطهم مع بعضهم بالكدا. وحطيت لهنا شوية بيبي دو شوكولا، كان تحبوا تجموا تاخدوا شوكولاتة وتقصوها مرسوات وتخلطوهم مع بعضهم، ومن بعديكا تصبوا البسيسة في دي بوات. وهذه وصفتي لليوم بالنسبة للتزيين، زينوا كما تحبوا، وإن شاء الله نتلقاو في مزيد من الوصفات.